وقصتنا النهارده بتبدأ مع مجموعة من المستكشفين موجودين في شبه جزيرة روسية، وبياخدوا معاهم واحد من أهل البلد علشان يكون مرشد ليهم في الطريق، وبنفهم إنهم جايين هنا يدوروا على الحيوانات النادرة اللي ليها قيمة تاريخية كبيرة. وفجأة وهم في قلب الغابة بيلاقوا آثار رجلين تشبه رجلين الدببة ولكن أكبر شوية، ولما بيمشوا أكتر بيتصدموا لأنهم بيلاقوا جثث دببة كتيرة جدا مرمية في كل مكان، وبيكونوا مصابين بجروح غريبة. وبيفحصوا الجثث وبيتأكدوا إن اللي هجم عليهم مخلوق ليه مخالب ضخمة جدا ومختلفة، وعلشان كده بيقرروا يفضلوا طول الليل في الغابة ويدرسوا المكان أكتر، وبيستنوا طول الليل على أمل إن المخلوق ده يظهر قدامهم. وبعد كام ساعة براندون بياخد باله إن في حاجة بتتحرك بين الشجر، وفي الآخر بيطلع مجرد ثعلب. وطبعا بياخدوا الموضوع هزار لأنهم كانوا قاعدين على أعصابهم، وقبل ما يكملوا كلامهم بيظهر صوت مرعب في المكان كله، وبعدها بكام ثانية بيظهر دب ضخم جدا وبيبدأ يهجم عليهم، وبيمسك باركر سلاح وبيستعد علشان يقتله، بس ترافيس بيمنعه وبيحاول يشتت انتباهه بسرعة، وبيفضل يجري لحد ما بيروح بيه لمنطقة تانية بعيد عنهم. وفي الوقت ده براندون بيقف وبيشغل ضوء عالي جدا، ودي حاجة بتخلي الوحش يغضب أكتر، وبيبدأ كمان يطارد براندون. وبيستغل باركر الفرصة وبيقف قدامه وبيضربه بالنار أكتر من مرة، وللأسف الدب ما بيتأثرش، ودي حاجة بتخليه متوحش أكتر وبيصمم يهجم على المجموعة كلها. وبيمسك زميلهم سكوت وبيخلص عليه بكل وحشية، وبيهرب بعدها على طول وبيختفي في أعماق الغابة. ومن بعد اللي حصل ده علاقة ترافيس وباركر بتكون كلها مشاكل، وده لأنه كان مصمم يقتل الدب مع إن دي مهمة بحثية وما ينفعش أساسا يعمل فيها كده. وفي يوم بيدخل عليه محامي اسمه دوغ وبيقول له إنه تبع رجل أعمال غني جدا وعايز يعمل مشروع ضخم لتطوير وتطهير مية الشرب، والمشكلة الوحيدة اللي قدامهم هي إن في مخلوق غريب وغامض ظهر فجأة في نفس المنطقة بتاعة المشروع وبوظ كل حاجة. وبيطلب من ترافيس يتعاون معاهم ويحقق في الموضوع ده بنفسه، وبيوري له دوغ فيديو للمخلوق ده وبيتصدم إنه شبه تمساح من نوع قديم جدا بس ضخم أكتر. وبيتحمس ترافيس جدا وبيوافق من غير أي تفكير، وبيسافر لهناك تاني يوم على طول ومعاه كاتي وبراندون. وهناك بيلاقوا دوغ واقف في استقبالهم ومعاه باي، وبيقول لهم إنه هيفضل معاهم طول فترة إقامتهم في الصين، وبياخدهم بعدها للبحيرة اللي هيتعمل عليها المشروع. وبيشرح لهم إن من ساعة ما المخلوق ده ظهر عمال كتير جدا اختفت فجأة بدون أي تفسير، وطبعا ده خلى باقي العمال يخافوا طول الوقت. وفي نفس اليوم بالليل بيسمع واحد من العمال صوت غريب بره، فبيخرج علشان يشوف في إيه اللي بيحصل، وبيتخض جدا وبيحس إن في حاجة غلط. وللأسف قبل ما يهرب بيظهر قدامه نفس المخلوق المرعب وبيخلص عليه في ثواني. وتاني يوم الصبح بيوصل دوغ وباي للموقع وبيحاولوا يشوفوا العامل اختفى راح فين، وبيقابلوا هناك عالمة أحياء من أهل البلد. وبيتصدم ترافيس لأنه بيلاقي باركر كمان موجود بالفريق بتاعه، وبيفهم إنه جاي يصطاد التمساح، وبيتضايق جدا لأنه ما بيحبش الطريقة دي، وبيشوف إن باركر ده راجل متهور. وبيفضل باركر يتريق عليه وبيقول له إن القوة والتهور هم حل لكل المشاكل اللي بتقابلهم فجأة. وبيصمم ترافيس إنه يمسك التمساح ده من غير ما يأذيه لأنه أثري ولازم يحتفظوا بيه، وكمان عايز يعمل عليه أبحاث مهمة. وبعد شوية دوغ وأوبا بيرجعوا للموقع الرئيسي وبيلاقوا كاتي وبراندون عملوا فخ كبير جدا يقدروا يصطادوا بيه الوحش. وبيتضايق ترافيس لما بيعرف منهم إن الحكومة دفعت لباركر والفريق بتاعه في السر علشان يتخلصوا من الوحش ده بأي طريقة. وبتحاول كاتي تهديه وبتوعده هي وبراندون يعملوا كل اللي يقدروا عليه ويقبضوا على التمساح قبل باركر. وبعد كام ساعة ترافيس بيروح مع أوبا علشان يزور أهل القرى اللي حواليهم، وبيتعرفوا على واحد منهم اسمه ووهان. وبيفضل دوغ مع براندون جنب البحيرة، وفجأة بيلاقوا سمك بيقع على الشط بطريقة غريبة جدا، وبيبدأ الجسر ينهار لأن التمساح بيظهر وبيهجم على دوغ بكل قوته. ومن حظه الحلو إنه بيقدر يهرب في الوقت المناسب ويوصل لبر الأمان. وفي الوقت ده ووهان بياخد أوبا وترافيس للمدرسة علشان يوريهم تسجيلات الفيديو الوحيدة اللي معاهم اللي مصورة تفاصيل كتيرة قوي للتمساح ده. وبيستقبلهم مدرس هناك اسمه جين وبيقول لهم إن هو اللي مصور الفيديوهات دي بنفسه، وبيحكي لهم كمان إن أهل البلد ما بيحبوش يتكلموا عن تفاصيل زي دي لأنهم شايفين إن التمساح ده حاجة مقدسة عندهم ودي أسرار خاصة بيهم. وبعدها بشوية دوغ بيتصل بأوبا وبيطلب منه ييجوا على المستشفى بسرعة، وده لأنهم لقوا جثة اتقتلت على إيد التمساح ده. وفعلا بيوصلوا لهناك على طول من غير أي تفكير، وبيلاقوا كاتي وبراندون واقفين مستنيين، وللأسف الأمن بيرفض يدخلهم وبيقول لهم لازم يكون معاهم تصريح. وبعد تفكير كتير براندون بيعمل نفسه دكتور وبيقدر يدخل لهناك من غير ما حد ياخد باله، وبيطلب من كاتي تشوف الجثة لأنها بتدرس علم التشريح وبتفهم أكتر في الحوار ده. وبيتصدموا لما بيشوفوا الجثة لأنها متاكلة بطريقة بشعة جدا ومنطقة البطن كلها مش موجودة، وبيلاقوا كمان واحد من مخالب التمساح جواها، فبياخدوها وبيرجعوا بسرعة للمخيم بتاعهم. وبيتكلم ترافيس مع ووهان وجين وأخيرا بيقنعهم يحكوا كل حاجة يعرفوها بالتفصيل. وبيحكي له ووهان إن أخوه الصغير كان بيشتغل في المشروع ده وللأسف هو كمان مات بسبب التمساح. وبيسألوا ترافيس ليه واقف يساعدهم بعد ما كان رافض الموضوع تماما، فبيحكي له ووهان إن باركر كمان تواصل معاه وعرض عليه مبلغ كبير جدا مقابل إنه يتعاون معاهم، بس هو رفض وفهم إن ترافيس هو اللي عايز
في مصلحتهم وجاي يساعدهم بجد، وعلشان كده قرر يساعده وبياخدهم بنفسه للمنطقة اللي التمساح بيظهر فيها دايما، وبيكتشفوا انه بيجي من ورا التل ده، وفعلا بيلاقوا ادلة كتيرة جدا في الارض تأكد انه بيقول الحقيقة. وبعدها بشوية بياخدوا بالهم ان في حاجة بتتحرك بين الشجر، وبيجري ترافيس بسرعة لحد ما بيقدر يشوف التمساح لأول مرة، وبيكتشف انه فعلا ضخم بطريقة مش طبيعية، وبيفهم انه هجين بين التمساح والتنين واقوى منهم هما الاتنين بكتير، وعنده كمان حراشف صلبة جدا وقوية، وبيقدر يتحرك بسرعة فظيعة، وبيقولوا عليه اسم مشقر، وده اسم موجود من العصور القديمة. وطبعا لانه سريع جدا ترافيس ما بيلحقش يمسكه وبيختفي في ثواني. وتاني يوم الصبح دوج بيبلغهم ان الوحش هاجم على عامل تاني، وان المشكلة كل شوية بتكبر اكتر، وبيقرر ترافيس يروح لهناك وياخد معاه ووهان علشان يقدر يدخل لجوه من غير تصريح. وبيبدأ ووهان يشتت العمال اللي موجودين، وبيستغل ترافيس الفرصة وبيدخل من غير ما حد ياخد باله، وبيلاقي في الارض مادة غريبة لونها اصفر، وبيبدأ يفحصها. وفي اللحظة دي بتظهر عالمة الاحياء قدامه وبتهدده بسلاحها، وبيفهم ساعتها انها بتشتغل مع باركر، وبيحاول يشرح لها قد ايه هو شخص مش كويس ومش بيلتزم بالقواعد ولا حتى عنده مبدأ، وبيعلمها كمان تقنيات جديدة في البحث وبتعجب بيه جدا، وبتعرف ازاي تجمع الادلة بطريقة اسهل. وبيتكلموا مع بعض ساعات طويلة، وبالليل التمساح بيهجم على الموقع تاني، وبياخد واحد من العمال وبيختفي بيه تحت المية. وتاني يوم العالمة بتحاول تتكلم مع باركر وبتقنعه يتخلى عن اللي في دماغه، وبتشوف ان ده نوع نادر جدا من الحيوانات ولازم يعيش. وطبعا هو بيرفض وبيصمم ان اي حاجة بتهدد حياة البشر لازم يتخلصوا منها، لان البشر اولى باي شيء. وبيشوف ان عنده حق في وجهة نظره ومش هيتأثر باي كلام تاني مهما حصل. وفي الوقت ده ترافيس بياخد فريقه وبينزل دوريات في البحيرة، وبيركب معدات معينة وبيحطها في المية علشان يقدر يتتبع حركة التمساح. وبعد كام ساعة بيبدأوا يشوفوا حركة جاية في الاتجاه بتاعهم، وفي الاخر بيطلع فريق باركر، ودي حاجة طبعا بتضايقهم جدا. وقبل ما يتكلموا مع بعض براندون بيشوف حركة مش عادية على الرادار، وفي ثواني في حاجة بتخبط في القارب بتاع الفريق التاني، وبتقع العالمة وكل اللي معاها في المية. وللأسف واحد من زمايلها بيتخض جدا، ومن كتر الخوف بياخد القارب وبيهرب. والغريب ان ترافيس بيجازف بحياته وبينط في المية علشان ينقذها، وللأسف ما بيلحقش ينقذ الراجل التاني لان التمساح بيظهر وبياكله قدام عيونهم، وبيضطروا كلهم يرجعوا للشط بسرعة. ومن بعد اللي حصل دوج بيقلق اكتر وبيخاف، وبيفكر ان قرار باركر هو الصح، وانهم لازم يتخلصوا من الوحش ده في اسرع وقت ممكن. وبيحاول ترافيس يهديه وبيشرح له انهم لازم يستفيدوا من المخلوق ده في الابحاث العلميه بدل ما يتخلصوا منه بالسهوله دي. وفي الاخر دوج بيقتنع بكلامه وبيرجع عن رايه تاني وبيكمل معاهم. وتاني يوم الصبح بيتجمع ترافيس مع الفريق بتاعه تاني، وبيحاولوا يحطوا خطه جديده يقبضوا بيها على التمساح. وبتشرح لهم عالمه الاحياء ان المخلوقات دي في الطبيعي بتبقى حساسه جدا تجاه اي صوت عالي وبيأثر عليها، ومش بعيد التمساح ده كمان يكون عنده نفس نقط الضعف ويقدروا يستغلوها. وبتأكد لهم انها عامله بحث كامل عن الاصوات اللي بيتأثر بيها، والمشكله الوحيده انها في المخيم بتاع باركر. وعلشان كده بتتفق هي وترافيس وبيدخلوا لهناك في السر، وبتبدأ تدور على الابحاث بتاعتها. وفي الوقت ده بيدخل عليهم شويه من العمال وبيشوفوهم وبيقبضوا عليهم هما الاثنين في الاخر. وبيتضايق باركر جدا لما بيعرف انها باعته وبتشتغل مع الفريق التاني ضده، وبيفضل حابسهم في الاوضه وبيقفل عليهم. وبيشغل ترافيس البوتاجاز وبيحاول يفك ايده باي طريقه علشان يعرف يتحرك، وبيروح بسرعه يساعد العالمه علشان ياخدها ويهرب. وبيقرر يولع في المكان الفاضي علشان يشتت كل اللي موجودين. وبيبدا رجاله باركر يطاردوهم ويجروا وراهم من مكان للتاني، وبيستغلوا الفرصه دي وبيضربوا واحد منهم وبيسرقوا العجله بتاعته وبيروحوا بيها للمخيم في الاخر. وبيفتكر ترافيس الماده الصفراء اللي لقاها قبل كده، ولما بيحللها بيكتشف انها معدن نادر جدا وما بيكونش موجود غير في الكهوف. وبيفهم ان التمساح ده بيعيش في الكهف اللي موجود ورا التل واكيد مستخبي هناك. وبيقوموا بسرعه يجهزوا المعدات بتاعتهم وبيستعدوا علشان يروحوا لهناك بسرعه. وفجاه وهم في وسط البحيره بيحسوا ان في حركه حواليهم، وبيشغل براندون جهاز الصوت اللي معاهم. ومن حظهم الوحش انه بيتعطل فجاه في نفس اللحظه اللي الوحش بيظهر فيها، وبيبدا يضربهم من كل اتجاه. وبيضطر براندون ينط في الميه علشان يصلح الجهاز، وفعلا بينجح وبيرجع للقارب في الوقت المناسب. وبيبدا الجهاز يعمل اصوات معينه تحت الميه بتوتر الوحش جدا، وبيهرب من غير ما يأذي اي حد فيهم. وفي نفس الوقت ده باركر بيخرج هو وفريقه لنفس المكان، وبيصمم يصطاد الوحش قبلهم ويخلص عليه. وبيوصل ترافيس للكهف بعدها بكام ساعه، وبيقسمهم لمجموعتين وكل واحد بيمشي في اتجاه. وبيفضل دوج واوبا قدام مدخل الكهف مستنيين، وبيجهزوا القفص اللي هيحبسوا فيه الوحش. وفجاه باركر بيوصل وبيضرب دوج وبيرميه لبعيد، وبيكمل في طريقه عادي جدا. وفي الوقت ده العالمه وبراندون بيكتشفوا ان في عش جوه، وده المكان اللي المخلوق بينام فيه. وبيبداوا يجهزوا اسلحه التخدير اللي معاهم. وفي اللحظه دي الوحش بيحس بوجودهم وبيبدا يجري وراهم، وبيحاول براندون يشتته في الاتجاه التاني علشان يدي الفرصه لترافيس يضربه بالمخدر. وفعلا بينجح انه يعمل كده، بس المخدر لسه محتاج وقت علشان يعمل مفعول، وبيغمى عليه اول ما بيهجم على ترافيس على طول. وفي الوقت ده بيوصل باركر لمكانهم، وطبعا
وطبعا عايز ياخد الوحش باي طريقه، وبتحصل خناقه كبيره جدا بينهم، وبيقدر باركر يرمي ترافيس على الارض وبيتمكن منه. وفي اللحظه دي كلهم بيكتشفوا الحقيقه المره واللي بتصدمهم كلهم، وهي انهم اصطادوا الطفل الصغير، وان الام كانت موجوده بره كل ده وبتظهر فجاه قدامهم، وحجمها بيكون اكبر بكتير خالص من التاني. وطبعا من كتر الرعب كلهم بيهربوا بسرعه وبيروحوا يستخبوا، ما عدا باركر المتهور كالعاده اللي بيفضل واقف قدامها بالسلاح بتاعه. وبيستغل ترافيس الفرصه وبياخد العالمه وبيروح يستخبى في مكان امن، وهناك بيقابلوا كاتي وجين. وللاسف براندون الوحيد اللي بيفضل متحاصر مكانه، وبيبدا الوحش الكبير يخلص على فريق باركر واحد ورا التاني، وبتضرب باركر بكل قوه وبترميه لبعيد لحد ما بيغمى عليه، وبتوصل للمكان اللي ترافيس واصحابه مستخبيين فيه، وبتحاول تكسر القفص وتوصل لهم باي طريقه. وبيضطر براندون يساعد صحابه وبيبدا يشتته في الاتجاه التاني، وبالفعل بيقدر ترافيس واللي معاه يخرجوا من القفص. وبياخد ترافيس جهاز الصوت وبيرجع للقفص وبيشغله على طول، وبيضغط على اصحابه يمشوا ويسيبوه علشان يتاكد انهم في امان. وطبعا الوحش بيتوتر من الصوت وبيتعصب اكتر، وبيبدا يكسر في القفص بكل عنف لحد ما بتضعف جدا وبتترمي في الارض من كتر التعب. وبيقدر ترافيس يهرب في الوقت ده ويوصل لزمايله ويركب معاهم القارب، وبيقدروا بعدها ياخدوا المخلوق لمكان امن وبيعملوا عليه ابحاث مهمه. وبيعترف لدوج ان هو نفسه رجل الاعمال اللي جابهم، وكان مخبي كل ده من الاول علشان المشاكل. وبيقدر ترافيس يبني مكان كامل يحمي فيه كل الحيوانات الغريبه المهدده بالانقراض. ولحد هنا بتنتهي احداث قصتنا النهارده. استنوني بقى في فيديوهات وملخصات جديده. سلام.